سنة 1927 واحد من أغنى رجالة أمريكا، بطل أمريكا في الجولف وخريج جامعة ييل، وقع من سرير القطر ودراعه اتجرح. راح للدكتور والدكتور نصحه بدواء اسمه راديثور. الراجل شرب الدواء وحس انه اتولد من جديد، طاقة ونشاط وحيوية، فقرر يشرب منه 3 أزايز كل يوم. وعجبه الموضوع لدرجة انه بقى يبعته هدايا لاصحابه. لقوا ايه؟ كان بيسقي خيوله كمان. المشكلة بقى الدواء ده كان عبارة عن ايه؟ عن مية متحلل فيها راديوم، مادة مشعة. يعني الراجل ده فضل 3 سنين بيشرب إشعاع نووي كل يوم وهو مبسوط ومقتنع انه بيتعالج. وبعد 1400 ازازة فكه سقط من وشه حرفيا، عظمه بقى فيه خرم وجمجمته بدأت تتاكل، ومات سنة 1932 موتة من أبشع الموتات اللي ممكن تتخيلها. بس السؤال المرعب هنا مش ازاي مات، السؤال الحقيقي ازاي راجل بالذكاء ده والتعليم ده والفلوس دي اتخدع للدرجة دي وهو واثق ومرتاح. الإجابة على السؤال ده هتخليك تعيد التفكير في كل حاجة انت متأكد منها دلوقتي. اللي حصل مع ايبن بايرز مش مجرد قصة عن دواء غلط، دي قصة عن عقلك انت، لأن نفس الميكانيزم، يعني نفس طريقة الشغل اللي خلت مليونير متعلم يشرب سم بايده وبفلوسه شغاله جواك انت دلوقتي وجوايا انا كمان. مفيش حد مننا معفي. في الحلقه دي هنفتح الصندوق الاسود بتاع العقل البشري وهنجاوب على اسئله مهمه. ليه بنقتنع بافكار غلط ونحس اننا على حق تماما؟ ايه علامات الانذار اللي لو ظهرت قدامك لازم تقف وتقول استنى ثانيه؟ وليه الذكاء والشهادات مش كفايه عشان تحمي نفسك؟ وهنشوف كمان ازاي القرآن حط قاعده من اكتر من 1400 سنه العلم الحديث لسه بيكتشف قيمتها دلوقتي. وخلي بالك من المحور الرابع بالذات، لانه هيكسر فكره مترسخه عند اغلبنا وانا كمان كنت مصدقها لفتره طويله. عشان نفهم اللي حصل لبايرز لازم نفهم حقيقه صادمه شويه عن العقل البشري. عقلك مش مصمم عشان يوصل للحقيقه، عقلك مصمم عشان يوفر طاقة. المخ بياخد حوالي 20% من طاقة جسمك كله، فهو طول الوقت بيدور على أقصر طريق، والطريق القصير ده اسمه الإجابة السهلة. جرب كده اشتري عربية بلون معين، فجأة هتلاقي الشارع كله مليان عربيات من نفس اللون. هل الشارع اتغير؟ لا طبعا، اللي اتغير ان عقلك بقى بيلقط اللي يوافق اللي في دماغه ويطنش اي حاجة تانية. ودي اول خدعة، احنا مش بندور على الحقيقة، احنا بندور على الدليل اللي يثبت اننا صح. العلماء بيسموها الانحياز التأكيدي، يعني بتصدق اللي يريحك وبترفض اللي يزعجك حتى لو الدليل قدام عينيك. طب في خدعة تانية اخطر، التكرار. سنة 1977 مجموعة باحثين في امريكا عملوا تجربة بسيطة وعبقرية. جابوا ناس وقروا عليهم جمل معلومات، بعضها صح وبعضها غلط، وبعد فترة رجعوا كرروا نفس الجمل، والنتيجة كل ما الجملة اتكررت اكتر الناس صدقوها اكتر حتى لو كانت غلط تماما. الظاهرة دي اسمها وهم الحقيقة. المعلومة اللي بتتكرر عقلك بيحس انها مألوفة، والمألوف بيحس انه صحيح. دلوقتي فكر معايا، انت بتشوف المعلومة الواحدة على السوشيال ميديا كم مرة في اليوم؟ 10 مرات؟ 20؟ كل مشاركة وكل ريل وكل ستوري بيحفر المعلومة أعمق في دماغك من غير ما حد يسألك هي أصلا صح ولا غلط. وفي خدعة ثالثة، الثقة والمظهر. فاكر الدواء المشع بتاع بايرز اللي كان بيبيعه؟ كان راجل اسمه ويليام بيلي بيقدم نفسه على إنه دكتور، وهو في الحقيقة كان طالب ساب جامعة هارفارد وما كملش، بس كان واثق وشكله مقنع وكلامه علمي، والناس ومنهم أذكى الناس صدقوه، لأن عقلنا بيربط بين الثقة والصح. اللي بيتكلم بثبات وقوة أكيد فاهم، وده غلط. الثقة بتقول لك الشخص ده حاسس بايه، مش بتقول لك هو صح ولا غلط. طب لو العقل بيتخدع بالسهوله دي، يا ترى الخدعه دي عملت ايه في البشريه عبر التاريخ؟ استعد لان الارقام الجايه مش سهله. خلينا نبدا باوروبا ما بين سنه 1450 وسنه 1750 تقريبا. في الفتره دي حوالي 100,000 انسان اتحاكموا بتهمه السحر، والابحاث الحديثه بتقدر ان ما بين 40 و50 الف واحد فيهم اتعدموا فعلا، اغلبهم ستات. حرق وشنق وغرق. مجتمعات كاملة، قضاة ورجال دين وجيران وأهالي كلهم كانوا مقتنعين إن جارتهم العجوزة دي هي السبب في موت المحصول أو مرض العيال. وكان في أدلة كمان، اعترافات، بس اعترافات طالعة تحت تعذيب. لما بتعذب حد لحد ما يقول اللي انت عايزه هو هيقوله، وبعدين الاعتراف ده بيبقى دليل على إن الفكرة كلها صح. دايرة مقفولة من الجنون والكل جواها مقتنع ومرتاح الضمير. تقول لي ده كان زمان، ناس جهلة. طب تعال نقرب، القرن العشرين وفي أرقى جامعات العالم. في أوائل القرن العشرين انتشرت حركة اسمها تحسين النسل، فكرة بتقول إن في بشر صالحين للإنجاب وبشر مش صالحين، وإن الدولة من حقها تمنع غير الصالحين من الخلفة. ودي ما كانتش فكرة شوية مجانين على الهامش، دي كانت فكرة بتدرس في الجامعات وليها مؤتمرات علمية وبيدافع عنها
اساتذه وقضاه. وفي سنه 1927 نفس السنه اللي بايرز بدا فيها يشرب الدواء المشع، المحكمه العليا الامريكيه نفسها ايدت قانون التعقيم الاجباري في قضيه شهيره اسمها باك ضد بيل. وكتب القاضي جمله بقت عار في تاريخ القضاء: 3 أجيال من ضعاف العقول تكفي. النتيجة ما يزيد عن 60,000 أمريكي اتعقموا بالعافية، يعني اتحرموا من أنهم يخلفوا في أكتر من 30 ولاية. والأفظع أن محاميين النازية في محاكمات نورنبرج استشهدوا بالحكم الأمريكي ده كمبرر لجرائمهم. ده كله كان باسم العلم، بس هو ما كانش علم، كان فكرة غلط لابسة لبس العلم والكل بيسقف ليها. طب مثال أخير وده هيصدمك أكتر لأنه لعب على أعلى سلطة ثقة عندنا، الدكتور نفسه. في الأربعينات شركة سجاير أمريكية كبيرة أطلقت حملة إعلانية شعارها أغلب الدكاترة بيدخنوا كامل. إعلانات فيها دكاترة بالبلطو الأبيض بيبتسموا وبيدخنوا. والإعلانات دي ما كانتش في مجالات عادية بس، دي كانت بتنتشر في المجلات الطبية نفسها. والحملة دي فضلت شغالة لحد ما الأبحاث بدأت تثبت العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، ولحد ما التقرير الرسمي الشهير طلع سنة 1964 وقال بوضوح التدخين بيسبب السرطان. يعني العشرات السنين ملايين البشر كانوا شايفين إن السيجارة حاجة عادية وممكن كمان تكون مفيدة. ليه؟ عشان الإعلان اتكرر ولابس بلطو أبيض والكل حواليك بيعمل كده. شايف القاسم المشترك؟ محاكمات الساحرات وتحسين النسل والسجاير، عدد المقتنعين بالفكرة عمره ما كان دليل على إنها صح. الملايين ممكن يغلطوا والتاريخ أثبت ده مرارا وتكرارا. طيب إزاي أعرف إن الفكرة اللي قدامي دلوقتي ممكن تكون واحدة من دول؟ في علامات إنذار واضحة، ودي أهم دقايق في الحلقة. مش هديك خطوات تحقق أكاديمية، هديك حاجة أهم: جرس إنذار. لو سمعت أي جملة من دول مش معناها إن الكلام غلط أكيد، لكن معناها إنك لازم تبطأ وتفكر مرتين. العلامة الأولى: كل العلماء غلط وأنا لوحدي اللي فاهم الحقيقة. العلم بيتقدم بالمراجعة والنقد، صحيح، بس اللي بيبدأ كلامه بشطب كل المتخصصين في العالم دفعة واحدة غالبا مش جايب لك اكتشاف، جايب لك قصة تسويقية. العلامة التانية: ما تسمعش لحد غيري. اي حد بيحاول يعزلك عن باقي مصادر المعرفة اسأل نفسك ليه. اللي معاه دليل قوي مش بيخاف عليك من انك تسمع وتقارن، اللي بيخاف من المقارنة هو اللي بضاعته ضعيفة. العلامة الثالثة: الدراسات كلها مؤامرة وممولة، جملة سحرية بتلغي اي دليل ممكن يتقال ضده. لاحظ التناقض الطريف، بيرفض كل الدراسات لانها مشتراه وفي نفس الوقت عايزك تصدق كلامه هو من غير ولا دراسة واحدة. العلامة الرابعة: انا معايا تجارب ناس اتحسنوا، ودي اخطرهم لانها بتلمس القلب. بس افتكر بايرز، الراجل نفسه كان تجربة شخصية ناجحة، 3 سنين وهو بيحكي للناس ان الدواء المشع غير حياته وبيوزعوا هدايا. التجربة الفردية بتقول لك الواحد حس بايه، بس مش بتقول لك السبب ايه، ولا بتقول لك مين اتضرر في السكات ومحدش سمع عنه. والعلامة الخامسة: اسمع كلامي وما تسألش. اي فكرة بتتضايق من الاسئلة دي فكرة خايفة. الحقيقة مش بتزعل من السؤال، الحقيقة بيزيد لمعنها أكتر كل ما تسأل أكتر. والعلامة السادسة: الحل الواحد السحري لكل حاجة. الدواء المشع بتاع بايرز كان بيتباع كعلاج لأكتر من 150 مرض، من التعب للضغط للضعف العام. أي حاجة بتتقدم لك على إنها بتحل كل المشاكل غالبا ما بتحلش ولا مشكلة. احفظ ال6 علامات دول، هم خط الدفاع الأول بتاعك. بس دلوقتي في سؤال محرج لازم نواجهه: طيب أنا ذكي ومتعلم، أكيد ده كفاية يحميني صح؟ الإجابة لأ، وتعالى أقول لك ليه. في دراسة انتشرت سنة 2015 في واحدة من أكبر مجلات علم النفس، الباحثة ليزا فازيو وفريقها اكتشفوا حاجة مقلقة. حتى لما الناس تكون عارفة المعلومة الصح مسبقا، تكرار المعلومة الغلط قدامهم بيخليهم يبدأوا يصدقوها. يعني المعرفة نفسها مش بتحمي من وهم التكرار. وعنوان الدراسة حرفيا كان: المعرفة لا تحمي من وهم الحقيقة. وده مش كلام نظري، شوف الواقع. في الخمسينات أكتر من نص دكاترة ولاية ماساتشوستس في أمريكا كانوا بيدخنوا. دكاترة، ناس درست الجسم البشري سنين. الذكاء موجود والعلم موجود، بس المنهج وقتها كان لسه مش شايف الصورة، والعادة والانتشار غطوا على كل حاجة. وهنا الفكرة اللي عايزك تاخدها معاك: المشكلة عمرها ما كانت كمية الذكاء، المشكلة في طريقة استخدامه. بالعكس، الشخص الذكي اللي من غير منهج ساعات بيكون أخطر على نفسه من غيره. ليه؟ لأن ذكائه بيشتغل محامي دفاع شاطر، بيجيب له مليون مبرر ومليون حجة تدافع عن الفكرة الغلط اللي هو مقتنع بيها. الذكاء بيدافع عن القناعة مش بيفحصها. الفرق الحقيقي مش بين الذكي والغبي، الفرق بين اللي بيسأل ايه الدليل واللي بيسأل ازاي اثبت اني صح. وهنا هتستغرب لما تعرف ان المبدأ ده بالذات، مبدأ انك ما تمشيش ورا الكلام من غير ما تتثبت، موجود عندنا من 14 قرن. القرآن الكريم بيقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقف عند الآية دي كده. الآية مش بتقول كذبوا الخبر وما بتقولش صدقوه، بتقول اتثبتوا
اتحققوا قبل ما تبنوا على الكلام اي تصرف، وبتديك السبب كمان عشان ما تأذيش ناس وانت مش عارف وبعدين تندم لما تعرف الحقيقة. دي مش نصيحة أخلاقية بس، دي قاعدة منهجية كاملة. بين استقبال المعلومة والتصرف بناء عليها في خطوة إلزامية اسمها التبين. دلوقتي طبقها على يومك انت. رسالة جاية على جروب العيلة فيها خبر مخيف، تعمل لها فورورد على طول. فيديو بيتهم حد بحاجة تشيره وتعلق عليه قبل ما تتأكد. في زمن كل واحد فينا بقى فيه وكالة أنباء في جيبه، الآية دي بقت أهم من أي وقت فات، لأن زرار الشير بقى أسرع من العقل. وفي آية تانية بتروح أعمق: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما تمشيش ورا حاجة انت مش متأكد منها. ليه؟ لأن ودنك وعينك وقلبك، يعني أدوات استقبال المعرفة نفسها، كل واحدة فيهم هتتسأل. يعني انت مسؤول مش بس عن اللي بتقوله، انت مسؤول كمان عن اللي بتسمعه وبتصدقه وبتمرره. العالم كله دلوقتي بيتكلم عن التفكير النقدي والتحقق من المعلومات ومحاربة الشائعات، والقرآن حاطط الأساس ده من قرون. التثبت فرض والظن مش دليل. سؤال أخير مهم: طيب لو اكتشفت إني غلط أعمل إيه؟ أغير رأيي؟ مش ده هيبان ضعف؟ خليني أحكي لك عن عالم ألماني اسمه ألفريد فيجنر. في أوائل القرن العشرين بص للخريطة ولاحظ إن سواحل أفريقيا وأمريكا الجنوبية شبه بعض زي قطعتين بازل، فطرح نظرية: القارات دي كانت زمان قطعة واحدة وبتتحرك. اتسخر منه سخرية مرة، وكبار الجيولوجيين رفضوا كلامه، ومات سنة 1930 في رحلة استكشافية والعلم رفضه. وبعد وفاته بعشرات السنين الأدلة الجديدة من قاع المحيط أثبتت إن القارات فعلا بتتحرك، ونظرية الصفائح التكتونية بقت من أساسيات علم الأرض، والمجتمع العلمي كله غير رأيه. لاحظ الحكاية كويس: العلم ما سمعش للأعلى صوت ولا للأكثر شهرة، العلم سمع للدليل، ولما الدليل اتغير الرأي اتغير. ودي مش فضيحة للعلم، دي أعظم نقطة قوة فيه. اللي عمره ما بيغير رأيه مش معناها إنه قوي، معناها إنه بطل يتعلم. والاعتراف بالخطأ مش هزيمة، ده أعلى درجات النضج. الشجاعة الحقيقية مش إنك تفضل مصمم على موقفك، الشجاعة إنك تقول كنت غلط لما الدليل قال كده. أرجع بيك لإيبن بايرز، الراجل اللي بدأنا بيه. بايرز ما ماتش عشان كان غبي، مات عشان اتبع الثقة بدل الدليل، اتبع المظهر بدل الفحص، اتبع الإحساس بدل السؤال. ونفس الغلطة دي بتتكرر كل يوم بس في صور جديدة، مرة في معلومة صحية، ومرة في خبر سياسي، ومرة في نصيحة فلوس، ومرة في قصة تاريخية. فلو هتاخد من الحلقة دي جملة واحدة بس خليها دي: ما تتبعش الأشخاص، وما تتبعش أعلى صوت، وما تتبعش صاحب أكبر متابعين. اتبع الدليل، واسأل دايما السؤال البسيط اللي بيكشف كل حاجة: ايه الدليل؟ مش عشان تشكك في كل الدنيا وتعيش قلقان، لا، عشان تبني قناعاتك على أرض صلبة مش على رملة. لو الحلقة دي أضافت ليك حاجة، الاشتراك في القناة هيساعدني أوصل لك أكتر. وقول لي في التعليقات إيه أكتر فكرة كنت مقتنع بيها زمان واكتشفت بعدها إنها غلط. شكرا ليكم وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.